في موضوع يا جماعة كان لازم حد يتكلم فيه من زمان، وهو استهانة المصريين بال 318. العربيات دي بتُعامل معاملة التوك توك، يعني مثلًا لو في شلة صحاب قاعدين وجه واحد صاحبهم تاني بيقولوا له: "هو أنت عربيتك إيه؟" يقول لهم: "ده أنا عندي BMW." هم أوب، 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 BM أيوه يا عم ولّع وبتاع، بعد كده يقولوا له: "BM إيه؟" يقول لهم: "318." يا عم مش تقول. أو 2 صحاب مثلًا شافوا BM عليها kit والّا customizations حلوة، يقول له: "بُص يلّا العربية دي، بُص الBM دي." وبعد كده يقرّب كده، يا عم دي طلعت 318. يعني غالبًا نفس الشخص ده لو عنده عربية فيرنا وجه قال لهم: "أنا عربيتي فيرنا." يقولوا له: "عربية كويسة وبتاع وإن شاء الله تجيب أحسن." لكن 318 يا عم إيه القرف ده؟ يعني أظن ملاك ال318 بقى عندهم trust issues، اللي هو بياخد العربية قبل ما يرخّص بيعمل debadging. شيل يا عم إن هي 318، خلّيهم يتسحلوا بقى يشوفوا دي 320 والّا 40 والّا إيه. وغالبًا الشخص اللي هتلاقيه بيقعد يسِف على 318 ده عربيته بالكتير ماتريكس، مع كامل الاحترام لملاك ماتريكس. أمّا تسأل أي حد إيه رأيك أشتري 318 والّا، هو هيختار اللي بعد الولا، يعني هو مش هيستنى يسمع إيه اللي بعد الولا، هو هيختار اللي بعد الولا أيًا كان إن شاء الله كام موتوسيكل. فليه يا جماعة، ما هي عربية BM وشكلها حلو وكل ده عشان 1500 سي سي يعني و3 سلندر، مش مشكلة يا جدعان، ما هي BM برضه في الأول وفي الآخر وشكلها حلو وF30 وبتاع.